أستاذ أشرف، قبل ما نسيب المسرح برضو عايزة أتكلم على تجربة تجديد مسرح نجيب الريحاني. جات لك إزاي؟ أنت دلوقتي عمال تقول بتصرف وصرفتوا أكيد في التجديد، يعني سامعين عامل حاجة روعة. جات الفكرة إزاي برضو؟ هو بيزنس، هو زي اي بيزنس الواحد بيدخل فيه. هو بيزنس ان انا هعمل مشروع، المشروع ده بدفع فيه فلوس. يعني انا لو عملت مصنع ايه اللي بيحصل؟ انا باخد ارض بشتريها، وبعدين ابني عليها مبنى، وبعدين اجيب المعدات اللي هتبقى جوه، وبعدين اوظف الناس اللي هيشتغلوا عشان يطلعوا لي منتج بسكوت مثلا ولا حاجه هبيعه في السوق فاكسب منه. بقعد قد ايه هدفع على ما يبتدي يدخل لي دخل يغطي لي التكلفه اللي انا دفعتها ويبتدي يكسبني. بتتحسب دايما دراسه الجدوى لمده 3 سنين او لمده 5 سنين لغايه ما تبتدي تغطي تكلفتك اللي انت دفعتيها، وبعد كده بتبتدي يدخل لك مكسب. اوكي، هل كل حد عمل مشروع نجح؟ هل كل واحد عمل مصنع وعين ناس وشغلهم وطلع منتج المنتج ده اشتغل؟ فيها مغامرة. تعالي دلوقتي اقول لك ايه، هنعمل منتج زي بسكوت زي شوكولاته، ما انا عندي منافسين. ماشي، ده السوق فيه منافسه. انا السوق المسرح ما فيهوش منافسه، لكن مهم ان انا اقلل تكلفتي عشان الدخل اللي يخش. والله لو الدخل غطى التكلفه انا كسبان ان في ناس جديده بتظهر. يعني ده بما انه بزنس بتكسب منه بقى؟ حاليا لسه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. لكن الدوله بتكسب. الدولة بتكسب ضرايب. الضرايب طب